سافيتش من أفضل اللاعبين في الهلال ومن أفضل المحترفين الأجانب في الدوري السعودي، يعني يسجل أهداف حاسمة في المباراة وهو لاعب وسط. الهلال فاز على الفتح بالدوري 1-0 بهدف سافيتش، ومع الأداء القوي اللي يقدمه سافيتش هو أكثر لاعب قاهر جمهور النصر بمهاراته وتحقيق الانتصارات مع الهلال. يعني مجرد أن سافيتش سجل هدف الهلال على الفتح تسمع صياح بعض الجماهير تسلل تسلل. يعني أحد الجماهير النصراوية يصيح ويقول: عار تحكيمي ومذبحة تعرض لها الفتح، الهلال أفسد دورينا، بلنت الفتح سرقه الفار. يعني بصراحة ناس مغسولة وجيههم بمرق، يعني مع المهزلة اللي يسويها التحكيم المحلي معهم لهم وجه يتكلمون. يعني مساكين جماهير النصر تاركين مباراة النصر مع الخليج ويتابعون مباراة الهلال والفتح. يعني هذا أكبر دليل على أن ما عندهم ثقة بصدارة النصر، ولا عندهم ثقة بفريقهم نهائيا، ولا ثقة في جيسوس. يعني هدفهم الوحيد هو تعثر الهلال بأي طريقة عشان يحققون الدوري. يعني شجعوا الفتح ضد الهلال، والهلال في المباراة يعني بشهادة التحكيم ما احتسب له بلنتي واضح وصريح في الشوط الأول، إعاقة لسالم الدوسري واضحة وصريحة، وتجاهل الحكم منح بطاقات لاعبين الفتح للخشونة، وبلنتي من وحي الخيال احتسب للفتح في آخر الوقت. يعني كل المحللين التحكيميين أكدوا عدم صحة البلنتي، وكانت واضحة يعني نوايا الحكم باحتساب ضربة الجزاء، لكن عدالة الفار المرة هذه ألغت البلنتي لأنه ظلم. والهلال يعني استمر بالأداء القتالي يعني لين نهاية المباراة وفاز وحقق النقاط الثلاث. يعني بصراحة جهد جبار قدموه اللاعبين والمدرب بن زاكي. وبعض الجماهير الهلال تنتقد أداء المدرب بن زاكي وأداء اللاعبين، يعني بصراحة كلامهم مردود عليهم. لازم يفهم المشجع الهلالي ان الهلال ومدرب الهلال ولاعبين الهلال يلعبون تحت ضغط التحكيم، ومستحيل يظهر مستوى او اداء اي لاعب اذا كان يلعب تحت الضغط. يعني المهم الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وهذا اللي جالس يسويه انزاكي واللاعبين وما قصروا، والقادم اجمل باذن الله. وشكرا لكم.